السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشنا كتير 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 قد الدنيا بحالها. بحبكم كتير. هعمل معاكم بقى روتين النهارده كده. يا رب يعجبكم. هستنى منكم بقى تعليقاتكم تحت الفيديو، هستنى منكم لايك تحت الفيديو. احبكم كتير كتير، احلى عيله في الدنيا واحلى اخوات. هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض النهارده بقى في الروتين بتاعنا. بصوا يعني هنشوف بقى في حاجات كتيره قوي كده هنعملها. يا رب كده الفيديو يعجبكم. هستنى تعليقاتكم بقى كتير تحت الفيديو. بحبكم كتير كتير، احلى عيله في الدنيا واحلى اخوات. هنعمل ايه النهارده بقى؟ هنعمل بصوا هنطبخ بقى، وفي حاجات كتير كده هنعملها، وهنشوف اليوم بتاعنا ماشي ازاي. بحبكم كتير. بصوا بقى هنعمل النهارده لوبيا اللي هي ام عين سودا. عندي العيال بيحبوها، ومن اول رمضان ما عملتهاش بصراحه، فقلت بقى ايه اعملها لهم النهارده. كنت نقعان من بدري وحطها بقى تتسلق. هي خدت غلوه كده، هي للسلقه بس غلوه واحده، ونحط عليها الصلصه بقى. عملت حمرت بصلايه وفصين توم، وضربت الطماطم في الخلاط، و سويتها زي ما انتم شايفين كده، سبكتها. وهنحطها بقى اما اللوبيا تاخد بس غلوتين كده، هنقوم عاملينها بقى مع بعض. هنقوم حاطينها هنا بقى ايه. اللحمه بتاعتي بتطبخ برضه، مش عارفه انتوا شايفينها ولا ايه، واضحه لكم في التليفون ولا ايه. حطيت بقى معاها بصله، وبعد ما اشتلت الريم اللي هو الزفره اللي هي بتبقى على الوش دي، حطيت فصين توم وبصله وورقتين لوري، ولسه ما حطيتش عليها بهارات. لما تقرب تستوي كده نحط عليها شويه بهارات بقى. هنا بقى اللوبيا خلاص اتسلقت اهي يا بنات، شايفين زي ما انتوا شايفينها كده اتسلقت خالص زي العسل. يا دوب كده تاكلها بقى غلوتين بالتسبيكه وتبقى زي الفل زي العسل. مش عامله لوبيا كتير علشان عندي العيال مش بياكلوا يعني الطبيخ كتير في رمضان، يعني يدوب على قد يوم واحد، مش بيحبوا الاكل البايت، فالحاجه غاليه، ونعمل يدوب كده اليوم بيوم بس كده. نسيبها بقى تتسبك مع بقى نفسها كده براحتها خالص على نار هاديه. نقلها على الهادية على هادي كده خالص. بصوا بقى انا هنا حطيت معلقتين سمنه كده، ومعاهم معلقه سمنه بلدي. وهعمل بقى ايه؟ هعمل رز بالخلط. والمفروض رز الشعريه مع اللوبيا، بس انا بحب ادلعهم يعني اعمل رز بالخلط النهارده. انا بحمر البصله خالص، لما بصوا ولعوا في البصل خلاها بصوا محروقه خالص، لان لازم البصله تبقى بني محروق علشان يعني تدي لون للرز وتدي طعم حلو. اول ما البصله كده تدخل في الحمار احط بقى معاها ايه؟ معلقه سكر، علشان السكر يتكرمل معايا، وعشان يدي معايا لون بني حلو كده للرز، ويدي تسكره كده تبقى حلوه قوي. هنا اللوبيا بتاعتي بتتطبخ اهي تتسبك. بصوا حاجه عظمه في العظمه والله. هنا اللحمه مفيش بقى فاضل لنا الا الرز. وبعدين لما اللحمه تتطبخ هقول لكم هعملها ازاي بطريقه حلوه قوي بعد ما تتطبخ كده في الشوربه. بدل بقى ما نحمرها هقول لكم تعملوا معاها حاجه وتبقى اكله كمان لوحدها كمان، يعني غير اللوبيا. رمضان جانا رمضان
لساعة يا ولاد والله. بصوا الناس بتقر علينا وبتحسد مش عارفة ليه، او الناس بتستكتر الحاجة على بعضها اللي مش عارفة. يعني مثلا ايه، ما همش عارفين إيه مثلا. يعني انا جايبة لحمة النهاردة، هما مثلا بيتفقوا ان انتي طبخة لحمة النهاردة، يبقى انتي بقى معاكي وشارية لحمة ومش عارفة ايه. ما ممكن اللحمة دي يا ولاد اخويا مثلا اكل حد وجايب لي منه ولا اي حاجة من دي، او جيراننا مثلا ذبحوا حد وقاموا جايبين لنا كنا، يعني عادي يعني هنحط معلقة سكر. ف يعني قصدي اقول لكم ان مش عارفين الناس عايشة ازاي او الناس ماشية ازاي، فانتوا ما تاخدوش بالظاهر، او ما حدش ليه دعوة بحد، كل واحد حر، محدش يبص لحد، لان ما حدش عارف الناس عايشة ازاي او الناس ماشية ازاي. انا طول عمري وانا شقيانة وانا بشتغل، والحمد لله يا رب ربنا يديني الصحة وافضل اشتغل كده طول عمري. محدش الناس بتستكتر على بعض عيالها حتى، يعني انت تستكتروا. مش عارفة الكلام ده كتير، البوتاجاز مش عاجبه الكلام. اه والله صفوا نيتكم يا ولاد، صفوا نيتكم لبعض وحبوا بعض واتمنوا الخير لبعض. عارفين يوم الفيديو اللي انا صورته اللي هو ارباح القناة، كلت حتة عزق يا ولاد على السكة وانا جاية والله العظيم. بصوا في السلم معرفش انا وقعت ازاي، انا وقعت بس معرفش انا وقعت ازاي، ونزلت كده كانت واحدة ماشية ورايا هي اللي قامت شداني وشايلاني. إيه مش عارفة انا وقعت ازاي والله، او ايه اللي حصل او في ايه مش عارفة، بس الحمد لله كده الحلة ولعت اهي، تمت المهمة بنجاح. بصوا ان الحلة ما ولعتش كده والسكر ولع، يبقى انت كده فشلت في عمايل الرز. شايفة يا موقفة انت وهي لازم الحلة تولع كده. بصي ولعت ام البصلة والسكر. في المرحلة دي بقى هنعمل ايه حلوين، اقول لكم دلوقتي. شايفين الحركة دي هنا بقى ايه، كبدتين وقناصتين بتوع الفرخة اللي انا كنت طبخها اخر مرة، فاكرينها اللي هي هما بقالهم قرن في الفريزر اساسا، هي فرخة واحدة ولها كبدتين وقناصتين. طبعا انا بكدب ما تصدقونيش. ندي الكبدة بتاعتي صدمة كده، نصدمها في مشاعرها زي ناس كتير ما بتصدمنا. ايه رأيكم؟ عسل والله. بصوا بشيء ولا احسن طبخها يبقى اعملها لكم بالطريقة دي، ولله الحمد. نسيت اقطع الكبدة. ايوه ما انا يتكلم يعني انا بشوفه ايه ولاد والله مش عارفة. في المرحلة دي بقى يا حبايب قلب الرز هنعمل ايه، هنحط شوية ايه قليل من الملح والفلفل والبهارات اللي هي بصوا اي ورق شجر عندك حطيه، ولا يهمك ولا تبال. الرز بالخلطة بيحب الخلطات الكتير، اسمعوا مني انا. اي حاجة قدامك هتلاقيها في المطبخ، لو شوية مكرونة حطوهم عليه اهي. عسل استاذ كبده بقى كده، عايزاه لو سندوتش فين وتتاكل بلا رز بلا بتاع، شايفين لونها ولا احسن من فيه. الله عليك يا زوزة والله، والله ده يا ولاد بحب، يا ولاد حب قلب، حاجه بتتعمل بحب. والله نفسي اعمل اختراع واحط معاها معلقه صلصه. شكرا. لا بس لا ما نعرفتش. هناخد بقى قليل من الشوربه اللي هي هنا بتاعت اللحمه تجميدين كده. يا رب تكونوا نقصتوا الفيديو ده عشان بتقعد تقولي مش بتحب اللحمه الحمرا. الله عليك يا زوزة استاذ طباخ. اللحمه دايما لها ترمطها على النار يا ولاد.
حاجات حلوه قوي يا ولاد، هتشوفوا الروتين النهارده هيعجبكم قوي. وانا كنت جايبه فراوله بلدي، بصوا عسل، صبحت الصبح لقيتها كلها ضربه كده ببعضها وعايزه تترمى بصراحه، بس انا مش هرميها. ايه رايكم؟ مش عارفه ايه دخل الفراوله دلوقتي في الرز بالخلطه، بس انا قلت اوريها لكم عشان تعرفوا ان انا مش هرمكم من حاجه. هنا بقى خلاص الشوربه بتاعتي غلت اهي. هنحط بقى على الرز المغسول المنقوع. عظمه جوزة بتعمل عظمه النهارده. حطينا الرز المغسول المنقوع اهو. كده خلاص الرز بتاعه، حطيت الملح والفلفل والبهارات واللي هو بقى وحبهان مش عارفه ايه وشويه بهارات كده كتير بتاع الرز بالخلطه. كده خلاص انا بقى نقع الزبيب والمكسرات بتاعتي احطها في الاخر. طبعا انا ما عنديش الا شويه زبيب كان عندي من رمضان اللي فات، بس ايه تخيلوا ان انا عندي مكسرات. شويه ميه على اللوبيا وتتسبك كده وتبقى عسل كده يا ولاد، عسل. اعملي الحاجه بحب، نصيحتي وارميها في الشارع. كده بقى كله خلاص بقى تمام. هنعمل بقى بعد ما اللحمه تستوي هنمسكها بقى ايه، نعمل فيها حاجه حلوه قوي هبقى اوريها لكم. تمام، همسكها كده وارصها في صينيه واعمل لها تتبيله حلوه زي تتبيله الفراخ المشويه، واعمل معاها بقى ايه في الصينيه، رص معاها البطاطس دي مع اللحمه في الصينيه والبهارات بقى والتتبيله بتاعتي، وبعدين اقوم مدخلاها الفرن بقى ومعاها فحمايه. بصوا عظمه، يبقى دي اكله لوحدها ايه مع اللوبيا. تمام، يعني ممكن لو ما فيش لوبيا دي كانت تبقى في فطار النهارده عادي. حاجه كده عظمه، حاجه فله، حاجه 10/10. باكل كتير. كده كل حاجه خلاص خلصت الحمد لله. تستوى بقى على الهادي كده مع نفسها على ما ايه، عشان الفيديو ما يطولش عليكم. بحبكم كتير كتير يا ولاد والله. بصوا بقى لو وصلتوا لغايه هنا من الفيديو اكتبوا لي بقى تعليقات كتير تحت الفيديو وتحطوا لايك للفيديو. بحبكم كتير. كده كل الاكل بتاعنا النهارده خلاص على النار بيتسبك كده على الهادي مع نفسه، وهيبقى لنا بقى ايه اللحمه على ما تستوي نقوم عاملين صينيه البطاطس بقى ونحط معاها اللحمه وندخلها الفرن ومعاها فحمايه تبقى 10/10 كده. وحاجه بص عظمه فخر من الاخر. والفراوله بتاعتي انا مسكتها نضفتها وغسلتها كويس قوي زي ما انتم شايفين. وبحب بعد ما اغسل الفراوله كويس قوي بحب انقعها في ميه وخل كده شويه، لان بيبقى فيها عشان لو فيها اي ميكروبات او اي حاجه تروح منها يعني وكده. اهي نقعها كده في الميه، في قرب الاذان هنقوم عاملين عصير فراوله باللبن. حاجه كده ايه فخر من الاخر. بحبكم كتير وادعموا لي بقى الفيديو بلايكات كتير وسيبوا لي تعليقات كتير تحت الفيديو. وهنعمل بقى السلطه بتاعتنا والحاجه بتاعتنا. يلا بحبكم كتير، هرجع لكم تاني.